السلام عليكم الإخوان. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي صراحة دار واحد ضجة كبيرة في الوسط الكروي والرياضي العالمي. هاد الموضوع هذا اللي كان الطرف ديالو المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. قبل المباراة كانت هناك عدة مناوشات وعدة كواليس لفوز المنتخب الفرنسي قبل بداية المباراة. من هذه الأمور نذكر سفر وزيرة الخارجية الفرنسية إلى المغرب وحل مشكل التأشيرات، وكذلك وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة المغرب في الشهر القادم من أجل حل مشكل الوحدة الترابية والاعتراف بالصحراء المغربية. هي العوامل كلها من أجل فوز المنتخب الفرنسي بالمونديال للمرة الثانية على التوالي. ولكن رفقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان له رأي آخر، فرغم الضغوطات على المغرب والمنتخب المغربي من أجل من أجل من أجل الانتصار للمنتخب الفرنسي لكي ينال المنتخب الفرنسي اللقب الثاني على التوالي. هذا الشيء كامل كنستنتجو أن الرياضة ما بقاتش غير رياضة بوحدها، يعني ديما كتدخل السياسة في المجال الرياضي. وكذلك نضيف على هذه الأمور التي قلناها لكي يفوز المنتخب الفرنسي على نظاره المغربي عدم حضور أمير قطر الذي دائما ما كان يحضر في المدرجات لكي يساند المنتخب المغربي الوطني لكي يفوز في تلك المباراة. ولكن الغريب في الأمر أنه لم يحضر، وهذا الشيء كامل كيخليونا نطرحوا مجموعة من التساؤلات اللي سلف ليا وقلتهم. ودابا نتوما الإخوان شنو بان لكم في هذه المباراة ديال المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي اللي سالات بفوز المنتخب الفرنسي بأقل مجهود؟ كذلك الخطة التي دخل بها وليد الركراكي فهي مغايرة ومختلفة عن الخطط التي كان يدخل بها في المباريات الماضية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك أمور مكولسة داخل غرفة ملابس المنتخب الوطني. على العموم المونديال سال، والمنتخب المغربي تعرض للظلم التحكيمي لا في المباراة المنتخب الفرنسي وكذلك المباراة المنتخب الكرواتي، ولكن لقد احتل الرتبة الرابعة كأول منتخب عربي إفريقي يصل إلى هذه المرتبة. وانتم الاخوان شنو كيبان لكم دابا من خلال هاد الشيء كامل؟ واش القضيه فيها ان كما كنقولوا بالدارجه المغربيه ولا لا؟ وشكرا، ونتمناو نلقاوكم في فيديوهات جديده في قصص جديده. انتظرونا، واللي شاف الفيديو يدير ابوني ويدير جيم الفيديو.